السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. النهارده معانا يا جماعة الأرنبة الشنشيلة دي والدة، هنشوف الخلفة بتاعتها، وهنشوف طبعا مع بعض لو العش فيه أي حاجة عاوزة تتغير أو أي حاجة عاوزة تتعمل هنعملها مع بعض. طبعا يا جماعة احنا مش بنبص على خلفة الأرنبة عشان نعدهم وخلاص، أو عشان نصورهم وخلاص، أو نعمل مشاهدات وخلاص. لا، لازم يا جماعة إن احنا نبص على خلفة الأرنبة، عشان طبعا لو ما بصناش على الخلفة بتاعت الأرنبة ممكن يكون في أرنب ميت، ممكن يكون في العش مبلول، ممكن يكون في حاجات هتؤدي إلى إن الخلفة دي هتموت. فاحنا طبعا بنبص على الخلفة وبنطلع الخلفة، وبنشوف العش بعد ما بنطلع الخلفة في علبة أو في أي حاجة تانية. بنشوف العش بقى إيه النظام بتاعه. لو كان العش مبلول، في حاجات مطرح الولادة سوائل، أو في حتت مشيمة، أو في أرانب ميتة، أو في أي حاجة بنبدأ إن إحنا نطلعها. وبنعتني بالأم طبعا زي ما حضراتكم شايفين، حاطين لها حاجة خضراء إلى جانب الوجبة بتاعت الأم الأساسية. ممكن نقلل من الوجبة بنسبة 30%، بس نعوض يكون المكون الأخضر، سواء كان برسيم أو خس أو كزبرة خضراء أو أي حاجة من دي تكون موجودة قدامها على طول. هنشوف الخلفة مع بعض. نقفل على الأرنبة كده الأول زي ما عودناكم، وهنجيب العلبة اهي مع بعض، نفتح على الخلفة. بسم الله ما شاء الله، والدة عدد اهو. زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده، لازم ان احنا نحط قش الرز قبل الارنبه ما تولد بيومين او بثلاثه، ونحط فرشه طبعا تحت الفرشه بتاعه الولاده نفسها، تحت الارضيه بتاعه الولاده، بحيث ان هي ما تدخلش هواء، اي هواء من تحت، عشان طبعا الخلفه دي ما تموتش. طبعا يا جماعه عملنا كده، ونبص على العش. بسم الله ما شاء الله، العش اهو ما فيهوش اي حاجه مطرح دم او مطرح سوائل او اي حاجه مطرح الولاده. هنعد الارانب وهنشوف بقى في ارانب ميته او فيه حتت من المشيمه مطرح الارانب ولا لا. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الارانب حجمهم مناسب جدا اهو. ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه. يا ريت يا جماعه اللي بيتفرج على الفيديو يعمل لايك للفيديو، ولو مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. سته. قلنا كده ايه، احنا اتلخبطنا في العدد. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة كده، سبعة، تمانية، تسعة. دول تسعة هما يا جماعة، ستة في العلبة وتلاتة هنا هما. وطبعا بندور في العش برضو مفيهوش أي حاجة، ولا حتت من المشيمة، ولا أرانب ميتة. بسم الله ما شاء الله. طبعا ده يا جماعة عدد بالنسبة للأرنبة. وطبعا اللي متابع القناة يا جماعة معايا عارف إن أنا ما عنديش أي أرانب والدة أعداد قليلة، غير أرنبة كانت والدة أربعة من يومين، أو امبارح أو أول امبارح تقريبا، وبرضو عملنا لها تبني خلينا معاها سبعة. فهنشوف طبعا برضو الأرانب اللي هي موجودة، ممكن ناخد واحد ولا اتنين من دولت نحطهم مع اللي معاهم سبعة. بس هنشوف كده، لأن طبعا التانيين هنشوفهم إذا كانوا كبروا عن دول ولا لأ، او مناسبين في الحجم عن دول ولا لا. لان الارانب لو كبرت شويه عن الارانب التانية مش هينفع ان احنا نحط لهم ارانب من دي، لان دول طبعا هيبقوا ضعاف وهيبداوا ان هم يموتوا. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.